نبدأ من مصطلح يتكرر كثيرا في وسائل الإعلام، ألا وهو مصطلح الأصيل له أن هذا المكان له اسم، واسمه حائط البراق، وإذا بهم يغير الاسم ويصبح حائط المبكى. كيف تغير هذا الاسم؟ على الرغم من أن هذا الحائط ما هو إلا جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى، والمسجد الأقصى هو كل ما دار عليه السور، ولهذا فإن حائط البراق ما هو إلا جزء من المسجد الأقصى. وهذا حقيقة ما أقرت به حتى عصبة الأمم المتحدة عندما حدث تصادم بين المسلمين وبين شتات اليهود الذين ساهمت بريطانيا، الانتداب البريطاني عندما كان في فلسطين، في جذب هذا الشتات من جميع أنحاء العالم، وإذا بهم يجتمعون عند الحائط البراق، على الرغم من أنهم كانوا قبل ذلك يجتمعون عند الحائط الشرقي، فإذا بهم يجتمعون عند الحائط الغربي من المسجد الأقصى. وبدأوا يأتون بكراسي ويأتون بألواح ويأتون بمعتقدات، وبدأت يقوموا بطقوسهم في هذه البقعة. وهذا الصدام حقيقة راح فيه ضحايا من الطرفين، راح فيه من المسلمين شهداء ومن اليهود الذين تجنوا على هذا المكان. وإذا ببريطانيا في فترة الانتداب البريطاني تتدخل ثم ترفع الأمر إلى الأمم المتحدة، وتقر هناك لجنة تحقيق في هذه المسألة، واستمرت لجنة التحقيق ما يعادل سنة، وبعد ذلك كانت النتيجة أن هذا الحائط ما هو إلا جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى، وإنه وقف إسلامي، وأن ليس لليهود حق فيه. انظروا الآن إلى وسائل الإعلام، انظروا إلى الكلمات التي نسمعها عندما يطلق على هذا الحائط. ألا يطلق عليه حائط المبكى؟ ألا يطلق على الساحة المقابلة له بساحة المبكى؟ أليس هو حائط من المسجد الأقصى؟ فأين المبكى في هذا المسمى؟ لأنهم اعتقدوا اليهود بل زعموا اليهود أن هذا الجزء المتبقي من الهيكل المزعوم. ولهذا فإن من التنبيه أن نعود للمصطلحات الأصلية والمسميات الصحيحة لهذا الحائط. فعند الحائط هذا حائط البراق هو عرف منذ الفتح بأنه حائط البراق، منذ فتح عمر رضي الله عنه إلى الآن. وما قبل ذلك أن المسجد الأقصى حدوده معروفة، وهو كل ما دار عليه السور، وأن هذه البقعة ليست قداستها حين فتح المسلمين، ولكنه ثاني مسجد وضع في الأرض، فهو المسجد الذي وضع بعد المسجد الحرام، كما جاء في حديث أبي ذر عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي المساجد وضع في الأرض أول؟ فقال صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم كان بينهما؟ قال 40 سنة، وأينما أدركتك الصلاة فصل فإن الفضل فيه. فالمسجد الأقصى هو مسجد منذ القدم، تاريخه تاريخ قديم، بل أن تعهد الأنبياء على إقامة شرع الله تبارك وتعالى ودعوة التوحيد في هذا المسجد، وهذا ليس له اسم في التاريخ إلا المسجد الأقصى. فأين الهيكل المزعوم من هذا المسجد؟